فيديو النهارده هنتكلم على 6 اكسسوارات مهمه جدا في الصيف لازم تبقى عند اي حد فينا. ايه الحاجه اللي ممكن تخليك مميز وانت حواليك 10 مثلا وتخليك منور كده وفي حاجه مميزه فيك الناس ممكن ما تبقاش عارفه ايه هي؟ خلينا متفقين ان كده كده لبس الرجاله معظمه بسيط، يا قميص يا تيشيرت من فوق يا بنطلون، كده كده مش هتلبس حاجه ثانيه تحت غير بنطلون او شورت. فالموضوع ما فيهوش اوبشنز واختيارات كتير على قد ما هو فيه اختيارات وحاجات ممكن تزيد على الاوتفيت تخليه انت اكتر واكتر وبتخليه ينور ويخلي شكلك مميز كده لو انت واقف ما بين ناس كتير. وده اللي هنتكلم عليه النهارده في فيديو النهارده. 6 اكسسوارات مهمه جدا في لبس الصيف لازم يبقوا عندك، حاجات اعتقد ان هي بديهي جدا تبقى عند اي حد فينا، بس انا هتكلم على الحاجات دي وازاي نختارها وايه الحاجات اللي ممكن نبعد عنها واحنا بنختارها وهكذا. ولو انت اول مره تشوفني، انا اسمي احمد وبعمل فيديوهات عن الفاشن واللايف ستايل والبرفيومز. لو عايز تشوف فيديوهات زي الفيديوهات دي ممكن تعمل فولو او سبسكرايب للشانل عشان يوصلك دايما فيديوهات جديده شبه دي. طبعا بديهي جدا ان اول حاجه هتكلم عنها هي نظاره الشمس. نظاره الشمس بالنسبه لي من اكتر الحاجات اللي انا بحس ان هي بتبوست الشكل وبتخلي الشكل في حته تانية خالص، بتديك شكل كده مختلف عن شكلك من غير نظاره، بتبقى حلوه في الصور، بتحمي عينك طبعا من الشمس. الاهم من كل الكلام ده ان انت تعرف تختار نظاره الشمس الصح على وشك، ودي حاجه اغلبنا مش بيعرف يعملها. زمان ما كنتش بعرف اعمل حاجه زي كده. المهم في الموضوع ان انت تبقى عارف شكل وشك بيبقى عامل ازاي، تبقى عارف الفريمز اللي بتليق عليه سواء مدوره او مربعه او مستطيله وهكذا. طبعا ده بيختلف حسب شكل وشك، يعني في ناس وشها بيبقى صغير قوي ما ينفعش تلبس نظاره كبيره، النظاره مش هيبقى شكلها حلو عليها. نفس الموضوع بالنسبه للناس اللي وشها كبير ما ينفعش تجيب نظاره صغيره وهكذا. طبعا في الناس اللي وشها بيبقى اوبال او اللي وشهم بيبقى شكله بيضاوي، دول بيبقى مناسب عليهم اكتر من فريم، ودول نقدر نقول عليهم الشكل اللي ينفع يليق عليه اكتر من نوع فريم نظاره. انا واحد من الناس بركز اكتر في الحاجات الريبان الافيتور مثلا، بركز في الحاجات برضو الريبان او الازارو اللي هي بتبقى مستطيله شويه بس مش مستطيله قوي اللي هي مش طالعه قوي كده، دي بتبين شكل وشي كويس قوي. وكده كده هنعمل فيديو مخصوص عن ازاي تختار النظاره بتاعتك، وهبقى في مكان نظارات وهقول لكم ازاي نقدر ان احنا نختار كل نظاره حسب شكل وش كل حد فينا. مهم جدا في النظاره برضو ان انت تختار الوان نظاره. لو انت في الاول خالص طبيعي جدا ان انت تختار بني او اسود، لو عندك اوريدي البني والاسود ممكن تروح بقى على الالوان الفاتحه شويه. انا النظاره المفضله اللي عندي لونها احمر، بحبها جدا وبتليق على كل اللبس اللي عندي. كنت في الاول فاكر ان هي هتأيدني بس بالعكس خالص ما بأيدتنيش خالص في اي لبس. وطبعا من اهم الحاجات اللي انا عارف ان اغلبكم صعب ان هو يعملها بس فعلا بتفرق جدا ان النظاره تكون اوريجينال. ما تجيبوش النظارات البلاستيك، توجع العين اولا، ثانيا شكلها بيبقى وحش، ثالثا بتتخربش وفعلا بيبان ان هي شكلها مش احسن حاجه. الاكسسوري الثاني اللي هتكلم عنه هو الساعه. عايز اقول لكم ان الساعه دي تعتبر اهم اكسسوري بالنسبه للرجاله، هي دي الحاجه الوحيده اللي مفيش اختلاف عليها ان هي لازم تتلبس في الايد وبيبقى شكلها حلو وطبعا بتعرفك الوقت وكل الحاجات دي، بس هي بالنسبه لي هي اكسسوري اكتر من ان هي فائدتها ان هي توريني الوقت، لان اوريدي معايا الموبايل بشوف فيه الوقت. بس الاهم من كده ان الساعه فعلا اكسسوري واضح كل الناس بتحبها. اختيارك ليها سواء بقى هتلبسها جلد او هتلبسها رابر او هتلبسها ستانلس، دي حاجه مهمه جدا. انا بالنسبه لي بحب الساعات الجلد، تقريبا ما عنديش ولا ساعه ستانلس. بحس ان الساعات الجلد اليجنت وشيك اكتر. الساعات الستانلس انا نفسي مش بفضلها قوي، ولو اني بفكر ان انا اجيب واحده ستانلس علشان مشاوير معينه وعشان لبس معين. بس بالنسبه لكم طبعا ممكن الساعات الستانلس تبقى حلوه جدا على اوتفيتس كتيره جدا في الصيف. في نفس الوقت ساعات الجلد المميز فيها ان بيبقى فيها الوان جلد سواء جملي او بني او اسود. الساعات السمارت برضو بتبقى حلوه جدا وبتبقى شكلها لطيف في الصيف وكل ده، ولكن انا بشوف ان هي ما بتبقاش لايقه قوي على الفورمال. يعني ما ينفعش تلبس ساعه سمارت مثلا على بدله، مش الطف حاجه خالص خالص خالص. احسن حاجه واكتر حاجه بيرفكت على البدله طبعا هي الساعه الجلد. طبعا في اساسيات برضو في اختيار الساعه بديهيه، ان انت لو ايديك رفيعه ما تختارش ساعه كبيره لان مش هيبقى في تناسب ما بين الاثنين. لو العكس برضو لو ايدك كبيره وضخمه ما تجيبش ساعه صغيره قوي، حاول تجيب ساعه متناسبه مع حجم ايدك. طبعا الساعه المفروض ان هي بتتلبس في الشمال، الناس اللي هي اصلا شمالويه ممكن تلبسها في اليمين عادي، يعني مش قاعده، المهم انت تبقى مرتاح فيها يعني. وحاول ان انت يبقى عندك فرايتي في الساعات من حته المناسبات، يعني لو انت عندك ساعه ستانلس ما تجيبش ساعه ثانيه ستانلس، جيب واحده جلد مثلا تبقى دي عندك ودي عندك بحيث ان يبان فعلا الفرق لما تلبس دي او دي. من برضو الحاجات المهمه جدا جدا في الصيف اللي انا ابتديت ان انا اعملها الصيف ده، يعني يبقى عندي شنطه كروس صغيره بحط فيها كل الحاجات اللي انا وانا نازل باخدها معايا، زي الباور بانك بقى، زي الكابل، زي المحفظه، لو معايا فلوس بحطها فيها، مفاتيح الشقه، مفاتيح العربيه، كل الحاجات دي ما بلاقيش مكان فعلا ان انا احطها
فيها. فالشنطه الكروس دي فرقت معايا، انا ما بحبش احط حاجات في جيبي كتير، ففرقت معايا جدا، واعتقد انها هتفرق مع معظمنا، لان في ناس بتحب الشنطه اللي هي بتمسكها كده الصغيره دي، لطيفه وكل حاجه، بس انا ما بحبش امسك حاجه في ايدي. يعني انا بفضل ان انا اعلقها كروس كده قصيره، حتى مش طويله لتحت، بتبقى لطيفه وفي نفس الوقت ما ببقاش حاسس بيها. هتفيدكم بقى في مواقف كتيره جدا، لو انت رايح خارج بالليل، لو خارج الصبح، لو رايح الساحل، لو مسافر مثلا تريب طويله مثلا يوم او يومين، ممكن تحطها دي، تحط فيها الحاجات الاساسيه اللي معاك، مثلا برفيوم او حاجه زي كده. ونيجي على الاكسسوري الرابع المهم جدا والله في الصيف وفي الشتاء كمان، هو جراب الموبايل. الحته دي او التفصيله دي بالذات بلاقي شباب كتيره مش بياخدوا بالهم منها، ان هو بيجيب الموبايل واول ما بيجيب له جراب، والجراب ده بيعيش معاه بقى لغايه ما الموبايل يغيره. وطبعا ده مش الطف حاجه، اولا لان الجراب ده بيتوسخ وبيتبهدل وبيبقى فيه حاجات كتير، والموبايل ده انت بتستخدمه اكتر وقت في حياتك اصلا في اليوم، واكتر حاجه ظاهره في ايدك، اكتر من الساعه كمان، اكتر من الشنطه، اكتر من الحاجات دي. فتخيل ان انت الحاجه اللي انت ماسكها في ايدك طول الوقت متبهدله ومش نظيفه. وعايز اقول لكم كمان ان الجراب ده ارخص حاجه في الحاجات دي اصلا. حاول يبقى عندك اكتر من جراب، حاول يبقى عندك جراب شفاف، لو انت خارج مثلا خروجه عايز تبين جمال الموبايل بتاعك، مثلا لو هو ظهره ملون، حاول يبقى عندك جراب رابر بحيث ان هو يبقى بيمتص الصدمات لا قدر الله لو الموبايل وقع منك. صدقني تفصيله زي دي مش هتفرق معاك كتير في الفلوس، بس هتفرق فعلا في شكل الموبايل. انا لما بقعد مع حد والاقي مثلا موبايله مبهدل او السكرين بتاعته مكسره او ظهره عامل وهو لابس كويس، بستغرب كده، بحس ان الموضوع طب انت ليه كده؟ تفصيله زي دي سهل جدا ان انت تغيرها. فانصحكم جدا ان انتوا تهتموا بالموضوع ده سواء في الصيف او في الشتاء كمان. وطبعا الحاجه الخامسه لازم تكون المحفظه اللي بنحط فيها فلوسنا، سواء بقى كانت كارد هولدر او محفظه اللي هي بتتنى دي. المهم ان هي ما تكونش كبيره، الحاجات الضخمه البالكي اللي بتتحط في الجيب وبتعمل منظر مش لطيف. النقطه دي برضو زي موضوع الجراب، بلاقي ناس كتيره المحفظه بتاعتهم متبهدله، سواء بقى متقشره او من كتر التاني شكلها ما بقاش حلو، قديمه جدا بقى لها سنتين ثلاثه. بتفرق جدا جدا. الحاجات دي احنا بنستخدمها كل يوم، فطبيعي جدا ان هي تتبهدل. وصدقوني مميزاتها احسن من عيوبها. حد يقول لي يا عم انا معايا فلوس كل شويه اجيب محفظه، مش بقول لك كل شويه اجيب محفظه، بس على الاقل يبقى عندك محفظتين ثلاثه تبدل ما بينهم. لو عندك الثلاثه دول صدقني مش هتحتاج تجيب محافظ لمده سنتين ثلاثه، لان انت كل ما هتغيرهم زي فكره الشوزات بالظبط. لما حد بيبقى عنده شوز واحد او شوزين ويقعد يغير ما بينهم، ممكن ان هم يبوظوا بسرعه. لكن لو عندك 5 6 شوزات وبتلبس كل يوم شوز مثلا او كل يومين شوز، نسبه ان الشوز نفسه يتبهدل ويتقطع وانه شكله يتغير صعبه جدا. حاول ما تحطش بقى تفاصيل كتير في المحفظه بتاعتك، يعني يا دوبك حط الرخصتين بتوعك، البطاقه، الكريدت كارد والديبت كارد وتمام قوي كده، وممكن كارنيه الكليه كمان. انا من الناس اللي ما بحبش احط فلوس في المحفظه، لان انا بمشي بكارد هولدر. بحب اكتر احط فلوس في جيبي، ان انا بمشي بفلوس كتير. واخر حاجه هنتكلم عليها، ودي تعتبر اهم حاجه في كل الحاجات دي سواء بقى في الصيف او في الشتاء، هي البرفيوم. انت لازم يبقى عندك برفيوم. طبعا في الصيف يفضل ان هو يبقى برفيوم صيفي، بس انت طبعا لو امكانياتك مش بتسمح ان انت يبقى عندك اكتر من برفيوم، حاول يبقى عندك برفيوم ينفع في الصيف وفي الشتاء. طبعا البرفيوم الصيفي مميزاته تبقى احسن، لان هو بيتعامل مع العرق والحر والحاجات دي بشكل احسن من البرفيومز الثانيه، وده اللي بيخلي اصلا يبقى فيه برفيوم صيفي وبرفيوم شتوي، مش رفاهيه يعني. في انواع كتيره طبعا، لو انتوا شفتوا الفيديوهات اللي قبل كده هتلاقوني بتكلم دايما على البرفيومز الصيفي والبرفيومز اللي تنفع في اي وقت. بس البرفيوم من اهم الحاجات فعلا اللي لازم تبقى عند اي حد فينا، وبيبقى حلو جدا كمان ان انت يبقى ليك السيجنتشر كده بتاعتك، او الحاجه اللي الناس بتفتكرك بيها، الريحه بتاعتك اللي بيفتكروك بيها. دي في حد ذاتها بتعلي من الفاليو او بتعلي من حضورك مع الناس دي، اللي هو مثلا ممكن يشموا ريحه حلوه يقول لك والله تصدق افتكرت كذا، بيحط الريحه دي كل ما بنشوفه. طبعا حاول تبعد خالص عن البرفيومز المضروبه وحتى السيمي اوريجينال والهاي كوبي والكلام ده. حاول تخليك في حاجات الاوريجينال، فعلا قيمتها قصاد سعرها. انا عارف انها بتبقى ساعات غاليه، بس فعلا بتفرق جدا وبتعيش معاك اكتر، والثبات والفواحان بتاعها فعلا بيبقى عالي جدا. الحاجات الثانيه الكحول اللي فيها ممكن يبقى مضر للبشره، مش بتقعد كتير، ممكن تبقع في الهدوم وهكذا. بس كده دي اكتر 6 حاجات اتكلمنا عنهم في الفيديو ده، مهمين بالنسبه لك في الصيف. اعتقد ان معظمهم حاجات بديهيه. التبس بس والتفاصيل اللي انا قلتها دي ممكن انتوا تستفيدوا بيها. قولوا لي في الكومنتات برده لو في حاجات ثانيه انتوا شايفين ان انا كان المفروض اتكلم عنها، ممكن اتكلم عنها في فيديو ثاني واجمعهم كلهم في حاجات ثانيه، لان طبعا في حاجات كتيره جدا غير ال6 حاجات دول مهمين بالنسبه لنا. جبت الحاجات الاساسيه، في حاجات ثانيه كتيره جدا. وقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في فكره الفيديو ده، عايزين فيديوهات شبه الفيديو ده ولا لا؟ ولو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، لان ده فعلا بيساعد. واعملوا فولو او سبسكرايب للشانل عشان يوصل لكم دايما فيديوهات جديده زي الفيديوهات دي. وما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام، بنزل هناك حاجات تقريبا كل يوم. سلام.